نشرة أحوال الطقس الرئيسية نقدمها لكم من تلفزيون الوطنية. أهلا بكم. بداية مشاهدينا الكرام، نستهل نشرتنا الجوية لنهار اليوم بالصورة اللي اخترناها لكم من هذا المنظر الجميل من الجزائر العاصمة، أكيد منطقة سياحية بامتياز. إذن مشاهدينا الكرام، دائما حسب مخرجات النماذج الرقمية للرصد الجوي على العموم دائما منخفض جوي راح يكون في الموعد إن شاء الله، محمل بأمطار راح تكون نشطة بحول الله، تتعدى كميتها 70 مليمتر محليا على مختلف مناطق البلاد. ثلوج كذلك ستكون حاضرة خلال أمسية يوم الجمعة بحول الله على مختلف المرتفعات التي يفوق علوها 1000 بين 1000 و 1200 متر، والله أعلم. إذن وللتفصيل أكثر في الوضعية الجوية المرتقبة مع فجر نهار الغد إن شاء الله الجمعة دائما حسب آخر النماذج كما نلاحظ على الشاشة. إذن على العموم دائما أجواء ماطرة بحول الله على مختلف مناطق البلاد، بالأخص على الولايات الساحلية من الناحية الوسطى والشرقية. إذا أمطار راح تكون في الموعد خلال الصبيحة على كل من الجزائر العاصمة بومرداس، تيبازا على ولاية البليدة. أمطار كذلك ستكون حاضرة على ولاية عنابة، كيكدا الطرف على جيجل، على ولاية البويرة، تيزي وزو، على المسيلة، على ولاية المدية. تبقى دائما أجواء مغشاة جزئيا، أجواء غائمة على مختلف ولايات الوطن من الناحية الغربية. أما عن بقية الولايات الصحراوية على العموم تبقى دائما تشهد أجواء مستقرة مشمسة بامتياز. أما عن درجات الحرارة الدنيا المرتقبة مع فجر نهار الغد إن شاء الله الجمعة، درجات الحرارة ستعرف انخفاض حاد خلال الصبيحة، تصل إلى درجة واحدة على كل من ولاية سطيف، باتنا، خنشلة، على ولاية الجلفة، على أفلو، درجتين فقط على مستوى ولاية البيض، على النعامة بين 12 إلى 13 درجة مئوية تتراوح على جل ولايات الوطن الساحلية، 5 درجات فقط على مستوى ولاية تلمسان، سيدي بلعباس، عين تيموشن، 8 درجات على ولاية بشار بن عباس، ترتفع بمقياس درجة واحدة على منطقة الثورة، وفي الأخير 20 درجة مئوية كأعلى مقياس خلال الصبيحة، نسجلها دائما بأقصى الجنوب. أما بالنسبة للوضعية الجوية المرتقبة بعد ظهيرة إن شاء الله، بعد ظهيرة يوم الجمعة بحول الله، إذن تبقى دائما الأجواء الماطرة في الموعد على مختلف مناطق البلاد، بالأخص على الولايات الشمالية من الناحية الوسطى والشرقية. إذن ستشهد دائما أمطار تصل كميتها إلى 70 مليمتر محليا على كل من الجزائر العاصمة بومرداس، تيبازا، على ولاية البليدة. أمطار كذلك ستكون حاضرة على ولاية عنابة، كيكدا الطرف، على ولاية جيجل، على ولاية بجاية، كذلك أمطار على مستوى ولاية البويرة، تيزي وزو، المسيلة، على ولاية المدية، على ولاية سطيف كذلك ستشهد أمطار خلال الظهيرة. أجواء دائما تبقى غائمة ملبدة مع احتمال لتساقط بعض الزخات من الأمطار خلال أواخر النهار على ولاية تلمسان، على السعيدة، على ولاية سيدي بلعباس. أما عن بقية الولايات الصحراوية كما هو موضح على الشاشة، تبقى دائما تشهد وضعية جوية مستقرة مع انتشار سحب كثيفة خاصة على الجنوب الغربي للوطن، تبقى دون تأثير على الوضعية الجوية. أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقبة لنهار الغد إن شاء الله الجمعة، نبقى دائما نشهد انخفاض محسوس لدرجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد، بالأخص على الولايات الشمالية، أين نسجل مقاييس بين 14 إلى 16 درجة مئوية تتراوح على جل الولايات الساحلية، 12 درجة مئوية بالنسبة لولاية تلمسان، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، 9 درجات فقط على مستوى ولايتي البيض والنعامة، 20 درجة مئوية بالنسبة لولاية بشار بن عباس، نفس المقياس على ولاية غرداية، على الأغواط، على ولاية بالسكرة، 25 درجة مئوية على منطقة الثورة، وفي الأخير 32 درجة مئوية كأعلى مقياس خلال الظهيرة، نسجلها دائما بأقصى الجنوب. أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري نهار الغد إن شاء الله الخميس، أقول الجمعة، البحر راح يبقى دائما من هادئ إلى قليل الاضطراب، هادئ أشباب بالنسبة للسواحل الغربية للوطن، مضطرب مع بعض تموجات خاصة في أواخر النهار بالنسبة للسواحل الوسطى الشرقية، بسرعة رياح من المحتمل أن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة، مع اتجاهات رياح ستكون مختلفة إن شاء الله، وذلك على طول الشريط الساحلي.
نختم نشرتنا مشاهدينا الكرام دائما بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزائر العاصمة وضواحيها. عن شروق الشمس راح يكون في حدود الساعة 7 صباحا و32 دقيقة بحول الله. أما عن غروب الشمس راح يكون في حدود الساعة 5 مساء و35 دقيقة بحول الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية ورقتنا الجوية لنهار اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولمزيد من المعلومات أكيد زوروا مواقع القناة الظاهرة أسفل الشاشة. متابعة شيقة وفي أمان الله. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.